يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مشروب الرمان بالكركديه زي ما انتم شايفينه كده. لونه تحفه جدا. بصوا اللون الاحمر بتاع الكركديه مع الرمان حكايه زي ما انتم شايفينه، والله طعمه بقى مش قادره اقول لكم عليه. طعمه حلو جدا. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. زي ما انتم شايفين كده انا جبت معايا كركديه نقعته وصفيته. ومعايا سكر ومعايا رمان. معايا 3 معالق سكر ومعايا كمية رمان دي. طبعا انتي عايزة تضعف الكمية براحتك، يعني مش مشكلة خالص. فهنبدأ بقى ايه، نحط السكر على الكركديه وندوبه مع بعض. هنقلبهم كده لغاية ما ايه، ما السكر يمتزج مع الكركديه. عايزه اقول لكم ان الرمان بيتعمل بطرق كتيره جدا. ممكن تعصريه الرمان نفسه وتصفيه، ممكن تحطيه بميه على سكر، تحطي فيه ميه وسكر برضو وتحليه، ممكن بالكركديه. بس انا لقيت احلى حاجه الرمان مع الكركديه، بيدي طعم حلو جدا وميكس جميل قوي يا جماعه. زي ما انتم شايفين هينزل بيه وهتشوفوه دلوقتي. جبت الرمان اهو، هنزل بيه في الدورق زي ما انتم شايفين كده، الكميه اللي انت عايزاها. وممكن نعصر الرمان زي ما قلت لكم ونضربه في الخلاط ونعصره ونصفيه برضو يتشرب. بس طعم الكركديه مع الرمان عامل ميكس جميل قوي. انا فضيت الرمان كله هنا كده في قلب الدورق. هنجيب بقى الكركديه ننزل بيه عليه زي ما انتم شايفين كده. الكركديه مع الرمان لونه تحفة جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. بصوا هو بيتكلم عن نفسه، شكله جميل جدا. اللون الاحمر مع الرمان حكايه بصراحه. عامل زي ما عملنا قبل كده الجيلي. الفراوله مع الرمان كان جميل قوي برضو في الحاله الرمان اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. اللون الاحمر مع الرمان شكله بيبقى جميل قوي زي ما انتم شايفين. وطعمه طبعا حكايه ومفيد جدا. الرمان مفيد للقلب والانيميا، والكركديه بيوطي الضغط، يعني ميكس جميل جدا يا جماعه. هنزل بقى هنا، هبدأ اصبه في قلب الكاسات كده زي ما انتم شايفينه. حطي كمية الرمان اللي انت حباها طبعا، هتنزلي بيها يعني زي ما انت شايفة كده. املي الكاس رمان وحطي عليه الكركديه، طعمه هيبقى تحفة معاكي. وطبعا قلنا الكمية اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك يعني يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالرمان وعليه الكركديه. وهنعبي الكاس التاني برضو مع بعض. بس كده بص، انا عبيت كده اول كاس، هنبدأ نعبي الكاس الايه التاني برضو معانا. بعبي برضو. الرمان شكله تحفة جدا مع لون الكركديه. وتغيير انا بعمله كنت بالمية بسكر، ومرة اعصره اضربه في الخلاط واصفيه. بس بالكركديه مع الرمان بصراحة طريقته حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. بس لون الكركديه تحفة زي ما انتم شايفين كده. عبينا الكاس التاني. وكده الشكل النهائي للرمان بالكركديه، عصير منعش وجميل جدا زي ما انتم شايفين ومفيد جدا كمان. شايفين الكاسات لونها لون الكركديه تحفة جدا، ولا الرمان من جوه ومن فوق شكله حلو جدا. يعني مشروب شهي جدا ومفيد جدا صحيا كمان طبعا. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.